لو اي حد فينا بيمر بمرحله معينه مش قادر يتعلم شيء معين، او حد فينا عنده صعوبه من هو يتعلم اي حاجه جديده، في قصه يفتكرها دايما. ايه هي القصه وقصه مين؟ هو ده اللي هنتعرف عليه في الفيديو ده. قصة النهاردة عن شخصية جيم كويك. جيم كويك هو صاحب قصة النهاردة، وجيم كويك كان وهو طفل اتعرض لإصابة معينة في المخ، وواجه صعوبات كتيرة جدا جدا ان هو يتعلم في مدرسته وان هو يتعلم بشكل كبير، ولدرجة ان هم ابتدوا يسموه The Child of the Broken Brain، الطفل اللي فيه مشكلة ما في مخه. بالتالي هو طبعا كان مش قادر ان هو يحصل التحصيل اللي هو كان شايفه، او ان هو حتى كان مستوعبه على مستوى المدرسه بتاعته، لحد ما وصل في مرحله معينه من صغره. صديق لوالده هو اللي ابتدى ان هو يرسله لحد معين، ويبتدي ان هو يخليه يتعلم اكتر ويحفزه ان هو يتعلم اكتر عن المخ وازاي بيشتغل. حاليا جيم كويك من The Child of the Broken Brain، او الطفل اللي كان فيه اصابه معينه في مخه وعنده كميه تعثرات وصعوبات في التعلم. جيم كويك حاليا هو يعتبر من اوائل الناس على مستوى العالم اللي بيعلموا الناس ازاي ينموا مهاراتهم العقليه، وازاي ان هم يبتدوا يقووا المهارات العقليه، وازاي ان هم يتعلموا بشكل اسرع ويتعلموا بشكل احسن. فمن من 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 الطفل اللي كان فيه مشكله بسبب طبعا اصابته اللي اتعرض ليها، لكميه ان هو دراسته ان يتعلم المخ بيشتغل ازاي، ويبتدي ان هو ينمي مهاراته ازاي، ان هو بقى جيم كويك هو من يعتبر the first coach على مستوى العالم ان هو بيعلم الناس المهارات العقليه، لدرجه ان في دكاتره في جامعه هارفارد وكانوا بيتكلموا على الزهايمر ديزيز ومرض الزهايمر، ابتدوا ان هم يتكلموا على جهه جديده او وجهه نظر جديده لعلاج امراض زي كده، واللي هو خدوها طبعا واقتبسوها من جيم كويك. فاي حد عنده مشكله ان هو يتعلم حاجه جديده يعرف ان ده طبيعي، وان احنا بس محتاجين شويه مهارات وشويه حاجات نبتدي ان احنا نتعلمها عشان نعرف نتعلم، لان عقلنا هو بلا حدود حقيقي. our brain is limitless، زي ما جيم كويك صاحب كتاب limitless. اشوفكم على خير في فيديو جديد، وما تيأسوش. اشوفكم على خير، باي باي.